عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، يلا في بلادكم منورين. صلوا على النبي يا حبايبي قبل ما نبدأ بقى الجولة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت فين يا ماما امان؟ انت فين يا ماما امان؟ انا هقول لكم بقى دلوقتي المفاجأة. انا في حتة زحمة قوي قوي قوي، وهقول لكم انا رايحة فين وبجيب ايه وانا على فكرة لسه طالعة حالا من المترو، وقلت ابدأ كده ايه معاكم الجولة الجميلة بتاعتنا. يلا نتكل على الله. معلش بقى للإزعاج والصوت اللي مش عارفة هيوصل صوتي ولا لا. يلا تعالوا المصريين هيعرفوا أنا فين. بصوا بالمنظر ده أهو، بالمنظر ده أهو، في محلات وفي ناس حاطة كده على الأرصفة شنط ما شاء الله. يبقى فين العتبة. وطبعا احنا مش هنشتري من هنا، احنا هندخل بقى جوه بإذن الله. هنشتري شرابات، نشتري دستة شرابات أطفال، وهنشتري حريمي، وهنشتري رجالي إن شاء الله. ادعوا لنا بس كده. بس إيه، بوريكم الأجواء هنا. طبعا المنبع كل البلاد من المحافظات بيجوا هنا يشتروا نجف، أدوات منزلية، ملابس، كل اللي يخطر في بالكم. عايزة أجيب بردك بتاع ده أعزكم الله، حاجات للولاد من الحاجات الصغيرة دي لعبد الرحمن محمد. نشوف بقى، بس هنا مفيش تقريبا. يلا تعالوا كده نعدي بقى الشارع. تعالوا كده مع بعض نقفل بعض. حبايب قلبي هنا بردك اهو كرسيات اطفال. بصوا انا هقول لكم حاجه، بدل ما نضيع وقتي هنا وادخل جوه عند الناس اللي انا رايحه لها اللي بيبيعوا الجمله، على ما اجي ادخل هيكون هناك بيقفلوا بعد العشاء، يعني بيصلوا العشاء وبيقفلوا. فانا هختصر الوقت، مش هبص على اي حاجه خالص خالص خالص. حتى لو انا عايزه حاجه مش هجيب، هنروح نجيب الهدف اللي انا جايه له اصلا، ايه اللي هو الشرابات. واخدين بالكم؟ وبعد كده نبقى واحنا راجعين كده هنرجع من نفس المكان. انتوا شايفين اهو المكان اللي انا داخله فيه ده. اول ما بنطلع من المترو اللي هو بتاع العتبة. واخدين بالكم؟ ما شاء الله المكان اللي انا ماشيه فيه ده، ماشيه ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، مرتاحه، مفيش زحمه زي ما انتم شايفين اهو. فقلت برضك افتح الكاميرا اصور لكم. ايه رايكم؟ الصراحه دي بدله بقى عرايس. ممكن نجزأ لكم الفيديو على مرتين ان شاء الله زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. ده بقى اللي هو بيقولوا عليه ايه، الباعة الجائلين. الباعة الجائلين اللي هم يعني ما عندهمش محلات، لكن في محلات اهي. وفي مول هنا اسمه مول الاندلس. ده اللي عايز يشتري جملة وقطاعي في الشارع ده يا جماعه. كنت انا زمان ايام ما كان عندي محل كنت بجيب منه. تمام، ما تصوروناش يا جدعان. انا تاني اهو. خيرك ربنا زي ما انتم شايفين اهو. وده شفت قال لها بصوا ده ب 125 جنيه. اسعار والله حلوه. في زمان بقول لكم كل اللي يعني انا مش هروح في حته اللي هي الرواعي بيبقى فيها الكوالين. ودي بقى بسم الله ما شاء الله. هو هنا بكام؟ هنا بكام؟ بصوا يا جماعه، هنا هو برضه المحلات ده بيجيب بقى اللي هو ايه، بواقي المحلات اللي هي الحاجات اللي حلوه والله. 150 صورها تقريبا، حاجات جميله. شباب قلبي الشارع ده كان بيبقى زحمه قوي، مش عارفه في ايه. تقريبا في تجديدات اهو زي ما انتم شايفين عاملين حاجه، مش عارفه هيعملوا ايه الصراحه. انا عشان بقالي كتير قوي ما جيتش. الله السنه الجميله. جوجو حبيبه قلبي، منى حبيبتي خديجه. مش عارفه في اولادي ولا لا. هو في اولادي يا حاج عندك؟ 3 سنين ونص وسنتين. فين اللي هي الستانده دي؟ بص كده
استنى كده. صندل ولا جزمة عاوزة؟ لا صنادل 300 و 350. 300 و300 على حسب الموديل صح؟ حسب الشكل. بصوا يا جماعه حاجات جميله قوي. كل سنه كده كنت انتوا التشهور يا ولاد ولا ايه؟ عايزين نجيب برضك من هنا واحنا راجعين نلحق نجيب الشربات يخلص على العسل. يا رب يرزقك كل مشتاق، يا رب يرزقك يا بحر، يا رب يا رب يرزقك يا فاطمه، يا رب يرزقك يا لميا، ويرزق كل مشتاق يا رب. وعبد الرؤوف ابن الاردن يكمل لمراته على خير يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب. شايفين ده بقى المحل ده بيجيب حاجات جميله اهي. بصوا يا جماعه متفكروش ان حاجات مؤمن بتجيب حاجات اي كلام. بصوا شفتوا الخمر ده بقى بيبقى ايه زي عارفين الاماكن اللي هي في سيتي ستار والاماكن دي الحاجات دي بتبقى بواقي بس جميله قوي. بصوا شفتوا حاجات مش مستعمله، اوعوا تقولوا مستعمل. انا لبست اهو شفتوا ما شاء الله، شفتوا الجمال بس طبعا ده كبير حاجات ما شاء الله جلد طبيعي. نشوف برضك ممكن نجيب له حاج عزكم الله شبشب من هنا. يلا واحنا راجعين كده المحل ده بيبقى فين. راح نجيب اهم حاجه عندي الشربات. يلا ما بلاقي الدنيا هاديه كده بقوم فاتحه لكم الكاميرا. يا جماعه الاكسسوارات دي ورقة ماس 65. 3 جنيه. هاتي عروسة صغيرة. هاتي ده اللي هو الصيني بقى. خدي 10. حلوين والله. يلا احنا راجعين. على فكرة في حاجات تصليحات. شفتوا يا جماعة بيعملوا زي ما تقولوا شايفين الطوب ده زي ما تقولوا بيعملوا تصليحات عشان كده انا شايفة الدنيا رايقة خالص خالص ما شاء الله. عشان كده انا بقول ان الشارع ده كان بيبقى زحمة ما شاء الله ما فيش. عشان كده الايه الدنيا هادية. قلبي طبعا زي ما انتم شايفين كده الدنيا عامله ازاي. انا بقى هختصر الطريق بدل ما امشي من هنا عايزه اروح من شارع الجيش، ومن شارع الجيش ادخل كده تخريمه يعني بسيطه كده على حاره الياض اهو. هنمشي ناخد بقى الشارع ده زي ما انتم شايفين اهو. ده بقى هيطلعنا بقى ايه. هتقولوا لي يا ماما انت عرفت الحاجات دي منين؟ اسكتي يا ولاد انا عارفه ما شاء الله اماكن كتير. انتوا ناسيين بقى انا وانا صغيره كنت وانا صغيره باجي مع والدي الله يرحمه. كنا بنيجي بقى هنا القاهره جايين بقى من مدغمر للقاهره يا سلام. وبعد كده لما كان عندي محل ابتديت اقنن نفسي مثلا بدل ما امشي مثلا مشوار بعيد لا اقول ايه طب اما اجرب الشارع ده ولا مش مهم. لا مش فاضيين ناكل دلوقتي. ريحته جميله الذره الف هنا اللي هي. احنا راجعين. انا يا جماعه لما ببقى مركزه على حاجه ده بقى شارع الشوزليه اهو. على فكره شكلي كده هعمل لكم فيديوهات. الكوبايات بكام يا ابني؟ 600 ونص. ازازه حلوه. عايزة ايه يا طنط؟ شكرا يا حبيبي شكرا يا حبيبي. شفتوا من 110 بيقول لك عليه ب70. طبعا اللي بيجي هنا يا جماعه لازم يكون ملم بالاسعار لان في يعني ناس بتستعبط يقول لك بقى ايه ده انت جايه تلاقيها جايه من مش عارفه منين تلاقيها مش عارفه الاسعار. ففي ناس كتير بتتخم لكن على مين؟ ماما امان عارفه طول عمرها الحمد لله من قبل ما اتجوز والله يا اولاد ولا قبل الحاجات دي كلها. شوف اللطم دي جميله. المحل بتاع اخواتنا السوريين اهو حاجات جميله جميله. عايزه اجيب لحد كده هديه. احنا راجعين الطقم ده برضه بتاع البحر. يلا يا حسن انا بص كل ده يا جماعه في بدايه الشوازليه. 150 في 3 جنيه في 350 العرق السوس. العرق السوس. مستمتعين ولا مش مستمتعين؟ لو انتم مستمتعين زي ما انا مستمتعه كده ان شاء الله انزلوا بقى في التعليقات واكتبوا لي في الايه في الكومنتات. وعايزين تحطوا اللايك بقى ما تحطوش اللايك براحتكم براحتكم. انتوا عارفين ان انا بنسى اصلا. انا يعني انتوا عارفين ان انا بحب ايه اشارككم
اخرجكم. في ناس ما بتخرجش والله من البيت، يعني انا بقالي كتير ما خرجتش، بقالي كتير ما جيتش هنا. حاسه كده ايه، رغم ان انا عارفه الشوارع، شفتوا ما شاء الله كميه المفارش، رغم ان انا طبعا هنا جميع المفارش يا جماعه بانواعها، مفارش السفره، مفارش مفارش النيش، كل اللي يخطر على بالكم. شكرا. نطلع بقى الكام سلمه دول وندخل نقفل الكاميرا شويه. ايه رايكم؟ البدله دي عامله كام؟ عامله كام دي؟ 360. بصوا يا جماعه حلوه قوي للعرايس اهي وغير العرايس. 300 وكم؟ 60. كلام نهائي؟ الاثنين عرضيه. في الوانها؟ بصوا يا جماعه الحاجات اهي بتاع العرايس. اليمه دي ايه رايكم اهو في الشواذليه لما بتطلع كده في الممر اللي هو ده. بسم الله ما شاء الله. يلا في محل تاني اهو الحاجات الداخليه برضك. ايه رايكم؟ دي عامله كام؟ عشان شو وقت من الفتحة. الطعم ده عامل كام؟ ده عامل كام يا ابني؟ ده ب 285 اهو تقريبا يلبس كل الاحجام، لانه منفصل عن بعض. ده برضه بايه؟ عارف نطلع بقى كام سلمه دول ونخش بقى ايه على الشواذليه بقيت الشارع. هنا جمله يا جماعه وهنا مقاسات، ملابس خروج، ملابس بيتي، مفروشات، جملة، قطاعي، أطفال كده زي ما انتوا شايفين. المحل ده كنت جايبة طقم منه شتوي اللي هو آسيا كيدز ده، كنت جايبة منه تقريبا عبد الرحمن وهو لسه مولود. طقم الشتوي كان جميل قوي، لغاية دلوقتي بيلبس الجاكيت بتاعه. بقول لك العصير عشان اللي عايز يجيب لي ريقه برضك ايه في الطريق. زي ما انتم شايفين المول ده يا جماعه. بصوا طبعا انا مش هقول لكم هدخل عشان الوقت. ده مول الاندلس. المول ده شامل خمارات تلاقي، قمصان نوم، عبايات استقبال، كل اللي يخطر في بالكم، بس كذا دور. بس طبعا انا عشان ضيق الوقت مش هينفع ان انا هدخل اصوره لكم كده. والاسعار حلوه برضك، اسعارهم بصوا. عبايات استقبال اهي. اتفضل يا شيخ. العبايات بتبدا من كام؟ اهو العبايات يا حبايب قلبي بتبدا من 250 فما فوق اهو. في مقاسات على فكره. انا كنت باجي اجيب لبعض الناس يعني هدايا وكده، وايام ما كان عندي محل كنت بجيب مقاسات اللي هي الجامبو اهو. دي برضه محل من اخواتنا السوريين. الصراحه انا بحب اجيب الحاجات اللي هي احسن من الصيني، الحاجات اللي هي بتاع اخواتنا السوريين، حاجاتهم نظيفه قوي قوي. شفتوا المول؟ بس طبعا عشان ايه؟ عشان زي ما اتفقنا عشان ندفع اهو بتاع اطقم داخليه. بس انا في واحد تاني انا بجيب منه. ده طقم العرايس اهو، مش والله. كنا بنجيب برضك هدايا وكنا بنجيب بقى للعرايس. خلاص جوزنا بقى الايه العرايس، كل واحد بقى يجيب لنفسه على ذوقه. اللي عايزه بقى تجهز بناتها في الشواذليه. كل المحافظات بتيجي تاخد من هنا اسعار جميله وعن تجارب. اي مايوبه 25 جنيه. الطقم ده عامل كام؟ كام يا تاحه؟ طقم جميل قوي. بصوا يا جماعه صار المنى يا استاذه ما عندناش حاجه. كام؟ 275. حاجات برضه البنات اهي. مش هنسال بقى عن الاسعار زي ما انا وريتكم يعني نموذج. الاسعار حلوه الحمد لله. ده بقى مريح نفسه، الله اكبر اهون. وايه والله جدع، بدل ما يقعد يقرف نفسه طول النهار والناس ده بكام وده بكام. اهو الطقم ده ما شاء الله ب 300 جنيه اولادي ما شاء الله 3 قطع والله يا بلاش اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجات نظيفة، حاجات جميلة. ده برضك في الشواذلية.
بصي حبايب قلب اهو نزلنا، بسم الله ما شاء الله. ويا نهار ابيض، اوعوا يا ولاد تزعلوا، اوعوا تفكروا ان الشنط دي بتاعت المدارس، لا ممكن مدارس يعني انتوا شايفينها دلوقتي للرحلات، الناس اللي بتطلع المصيف. انا نفسي لما كنت بخرج اي مشوار اقول لاولادي ايه، كل واحد ياخد حاجته في شنطته، والناس بقى اللي هي عايزه تبتدي تجيب حاجه المدرسه ربنا يعطي الناس كلها تجيب. هنا على فكره اسعار جميله واسعار جمله. الشنطه دي عامله كام الحلوه دي؟ يوسف شايفين يا جماعه؟ انتوا هيتهيأ لكم ان احنا مشينا كتير، لا مش كتير ولا حاجه. اذوق اهو زي ما قلت لكم، في عبايات سمراء وفساتين برضه خروج وبيت، يعني بصوا كوكتيل. على فكره الاسعار تعتبر حلوه، الاسعار تعتبر حلوه، يعني ده 100 ده 150، بسم الله ما شاء الله، يعتبر حلو والله، حاجات جميله. وانا راجعه كده ان شاء الله، نراجع بناخد فكره كده ايه على السريع